ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة هنعمل غدا سريع جدا جدا، اتمنى ان هو يعجبكم. لو اول مرة تشوف القناة، انا اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. هنعمل فراخ كفتة، او لو عندك تركي مفروم ممكن تجيب الصدورة وتفرميها. اول حاجة عايزين الكبة الصغيرة الحلوة دي، عايزين نص بصلاية او بصلاية صغيرة والفلفل الرومي الاحمر، بس ما ناخدش الكمية كلها. يعني قولي مثلا ربع الفلفل الرومي على حسب الكمية بتاعتك. انا بتهيالي كان عندي 600 جرام من الترك المفروم. ممكن تعمليها بالفراخ، بصدور الفراخ او الفرخة تجيبيها وتفرميها عادي جدا. فادي كده صفيته كويس من المية، انا مش عايزة فيه اي مية عشان الكفتة ما تتفتش معاه. والصوص مش حرميه، خليه على جنب، هقولك هنعمل بيه. اول حاجه كده ده التركي بتاعي زي ما شايفه 600 جرام. هحط فيه البصله والفلفل الاحمر اللي انا فرمته، وبشر ليمون اصفر عادي، وهحط ربع ملعقه من الحبهان، ونص ملعقه فلفل اسود، وهحط بهارات الكفته ملعقتين كبار او ملعقه ونص كفايه. وبعد كده هحط ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة، وملعقة صغيرة من بهارات الفراخ. ممكن تحط 7 بهارات او اي انتي بهارات بتحبيها، ونص ملعقة باكنج باودر عشان تفتح المسامات بتاعت التركي بتاعنا او الفراخ، وملح، وملعقة كبيرة من الدقيق العادي ومش هتحسي بيه في طعمه، وملعقة كبيرة من النشا كنت هنا نسيته وجبته. فلما نخلط الحاجات دي كلها هي هتمسك لنا العجينة بتاعتنا ومش هتحسي بيها خالص. اي بروميس ان انتي مش هتحسي بطعمها خالص. فدي كده هريحها كده نص ساعة لغاية لما نيجي ناكل. وهجيب الصوص اللي انا سبته طلعته من البصل والفلفل الاحمر، شوية كاتشب وشوية فلفل اسود وملح وبابريكا وشوية شطة وملعقة خل وملح طبعا زي ما قلت، واقلب الحاجات دي. ودي انا هستعمل ان انا ادهن بيه الكفتة بتاعتي، لو انتي بتحمريها في الفرن او لو هتحمريها على الفحم. المهم انا استعملت المسن بتاع السكاكين بصراحة حلو، بس انتي ممكن تستعملي اي حاجة تاني، ممكن تستعملي بتاع شيش طاووق لو عندك. فانا حبيت استعمل دي اسهل، وحطيتها كده زي ما شايفة في الاير فراير. انا دخلتها في الاير فراير، بعد كده طلعتها دخلت اول حاجة في الاير فراير لمدة 3-4 دقايق. بعد كده نشوف هنعمل ايه. هعمل الطحينة بتاعتنا، طبعا شية وكفتة لازم طحينة. حطيت شوية زبادي وبالمية تقعدي تعملي لغاية لما توصل للقوام اللي انت عايزاه. حطيت حتة شطة وملح وحتة ليمون. ادي كده الطحينة بتاعتنا جاهزة. وبعد كده هطلع الاير فراير بتاعتي زي ما اتماسكت كده شايفاها. بعد كده هدهن بالصوص اللي احنا خليناه على جنب قلبة وعدلة، وبعد كده خلاص اخليها لغاية لما تاخد الاستوى بتاعها خالص. والناس اللي ما عندهاش بهارات الكفتة او ما بتحبش ممكن تحطي 7 بهارات، تحطي جوز الطيب، تحطي اي حاجة انت بتحبيها يعني. فادي كده ده كان الغدا بتاعنا. اتمنى ان الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو لايك وشير لغاية لما نتيجي فيديو جديد ان شاء الله.